يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. نحن عندنا جماعة يتتبعون هذه الرخص، هذه الغلطات. إذا كان في المسألة قولان أو ثلاثة يختار من الأقوال ما يناسب العوام، ولا يختار من الأقوال ما يسانده الدليل، وهذه المشكلة، لأن المشكلة في النهاية تكون هي تبديل الدين، أن نعبد الله عز وجل بدين بخلاف الذي شرعه لنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. لماذا قدمت بهذه المقدمة؟ حتى أبين خطأ جسيما وليس قليلا وقع فيه بعض مشاهير الناس عندما سأله رئيس محكمة. يعني رئيس المحكمة ده رجل بيفهم، يستطيع أن يعرف دلالة الكلام، يقضي بين الخصوم، يعني رجل عنده فهم. يعني قال له رئيس المحكمة: ما الحكم في جواز تسليم امرأة كانت كافرة فأسلمت أن تسلم إلى الجهة التي كانت تدين بها قبل ذلك؟ قال له: أنت بتشتغل إيه؟ طبعا كل الجلوس قضاة، لأنه كان في نادي القضاة، فشيء طبيعي مش هيقعد بقى الخبازين والنقاشين والكلام ده، إنما كل الجلوس قضاة. قال له: تشتغل إيه؟ قال له: أنا بشتغل رئيس محكمة. قال له: ما هو مشكلتكم أنكم لا تفهمون. ثم حاد عن الجواب وحصل لغط، فسأله مرة ثانية وثالثة ورابعة وهو ينكل عن الجواب ولا يريد أن يتكلم. ثم قال له الآتي: قال له: يجوز تسليم المرأة إذا أسلمت إلى الجهة التي كانت تدين بها أولا، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم أبا جندل للمشركين، ويشير إلى ما رواه الشيخان من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم في قصة صلح الحديبية، وفيه أن سهيل بن عمرو جاء ليعقد اتفاقية مع النبي صلى الله عليه وسلم نيابة عن قريش، وبدأوا يتفقوا على مواد الاتفاقية. فكان من جملة موادها أن من جاء من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا يلزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد هذا المؤمن إلى قريش، والعكس، لو أن رجلا فارق الدين والتحق بقريش لا يلزم قريشا أن ترد هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اعترض الصحابة وقالوا: سبحان الله، كيف نسلمه، كيف نرده وقد جاء مسلما؟ في هذه الأثناء قبل أن يكتبوا جاء أبو جندل وهو ابن سهيل بن عمرو الذي يعقد الاتفاقية، وكان أبوه قد قيده بالحديد وعذبوه في الله عذابا شديدا. استطاع أن يخرج من مكة وهو يرسف في أغلاله ويجرجر الحديد هذه المسافة الطويلة
حتى أدركه من الإعياء ما لا يوصف بقلم، ووصل في النهاية إلى الحديبية. فلما وصل إلى المسلمين وكان قد عانى عناء شديدا ألقى بنفسه بين ظهرانيهم، فلما رآه أبوه قال: يا محمد، هذا أول ما أقاضيك به. لسه بنتكلم، إذا جاء رجل منا من قريش مؤمنا ترده إلينا. فقال عليه الصلاة والسلام: إنا لم نقض الكتاب بعد. قال له: لا. قال: أجزه لي، نستثنيه يعني من الاتفاقية. قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بل افعل. قال: ما أنا بفاعل. يكرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك 3 مرات، والرجل يقول: ما أنا بفاعل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع، أنا أريد أن يضع كل واحد منا الآن نفسه مكان الصحابة، وكانوا شجعان القلب، ولو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اجتاحوا قريشا لفعلوا ولغلبوهم. لم يتحمل كثير من الصحابة، وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لماذا نعطي الدنية في ديننا؟ لماذا يعذب هذا في الله عذابا شديدا ثم يرجع أيضا إلى السجن معذبا مرة أخرى؟ ليه يعني؟ لماذا؟ وحصلت المحاورة التي تعرفونها بين عمر وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وبين عمر وبين أبي بكر رضي الله عن الجميع. قال هذا القائل: في هذا دليل على جواز أن يسلم المسلم إلى الجهة، الرجل الذي أسلم إلى الجهة التي كان يدين بها أولا رعاية للمصلحة. لا شك ولا ريب أن هذا خطأ محض ليس فيه ذرة صواب، لأن في هذا الحديث، حديث صلح الحديبية، لما النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يحلقوا وخلاص لن يصلوا إلى البيت، امتنع الصحابة، ما زالوا يؤملون الوصول إلى البيت وهم محرمون. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وقال لها إن يعني الصحابة أمرهم بالحلق، ماذا أفعل؟ قالت: اخرج لا تكلم أحدا وادعو الحلاق واحلق. النبي عليه الصلاة والسلام خرج لم يتكلم، دعا الحلاق يحلق له. الصحابة أول ما شافوا هذا الكلام كاد بعضهم أن يقتل بعضا غما وهم بيحلقوا البعض. ازاي يكسروا كلام النبي؟ كيف لا يسمعون الكلام من أول مرة؟ الرواية بتقول: ونزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا. يعني الآية نزلت في منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية. والرواية تقول إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلق امرأتين كانتا على الشرك لما نزلت الآية دي: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وأسلمتا، تزوج واحدة منها معاذ بن أبي سفيان والثاني صفوان ابن أمية. يعني آية الامتحان نزلت في منصرفه صلى الله عليه وسلم من الحديبية. أي إنسان يتأمل مواقع الكلام وهو يقارن بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جندل ارجع وبين نزول الآية يدل دلالة واضحة على أن النساء مستثنين من هذا، لأنه هو قال للرجل ارجع ونزلت الآية
قال فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فأنا لو سلمت أنه يجوز أن يرجع الرجل إلى ملته مرة أخرى، فالمرأة على خلاف ذلك، وهذا شبه اتفاق من أهل العلم. مش عايز أقول اتفاق ليه؟ لأن في قول شاذ في المسألة، هناك قول شاذ، لكن أكثر أهل العلم بما يسمح لي أن أتجوز وأقول أنه يشبه الإجماع إن لم يكن إجماعا، يقولون لا يحل أن تسلم امرأة أسلمت إلى الجهة التي كانت تدين بها قبل ذلك. يعني عندنا مشكلة أيها الإخوة في هذا الباب، باب تتبع الرخص. آخذ بأخف الأقوال في المسألة، هذا ليس من الدين، بل الدين الذي أنزله الله عز وجل في القرآن، وما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رضي من رضي وسخط من سخط.